لكل الامهات اللي بتتابعني، الفيديو ده لجوزك، ما تتردديش انه تخليه يسمعه. كتير قوي من الرجاله ما بتبقاش عارفه تتعامل مع البنات. بيبقى اوكي وهي سنها صغير، بيبي بتلعب بتجري شمال في يمين. اول ما بتبتدي توصل في 6-7 سنين، ممكن جزء من نسبه لا باس بها من الرجاله ما بتبقاش عارفه ازاي تتعامل مع البنت. والاوحش بقى لما بتبقى البنت في سن مراهقه، ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. وده بنشوف نتيجته بعد كده لما بيبقى في انفصال عاطفي ومش قادره تتكلم مع باباها ومش قادره تحكي له او مش قادره تشاركه في حاجه. انا عارفه ان الرجاله كتير بتشتغل وعدد ساعات شغلها كتير، بس احنا مش عايزينه يقعد معاها كتير. احنا عايزينك بس مجرد 10 دقايق، ربع ساعه كل يوم بتقعد مع بنتك، بتحاول انك تحكي معاها عن اخبارك وعن يومك، تحاول تسمعها وتشوف اهتماماتها ايه، تسمع مين، تقرا لمين، تتفرج على ايه. الحاجات الصغيره والبسيطه دي هي بدايات ان يبقى في حوار ما بينكم وما بين بعض. انت اللي بتساعدها انها تكسر الكسوف بتاعها ناحيتك، انت اللي بتبقى عندك قدره انك تدرك هي ممكن تعمل ايه وما تعملش ايه. فمش يوم ما تبقى بعيد 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 وبعدين تلاقيها عملت حاجه مش لطيفه تزعق وتتخانق، وكانك راسم لها صوره في ذهنك ملهاش علاقه باللي موجوده عندك في البيت. انت راسم الصوره المثاليه لبنتك، بس انت ما عندكش فكره هي بتعمل ايه وما بتعملش ايه، بتحب ايه وما بتحبش ايه، اسامي اصحابها ايه، بيروحوا فين، بيقعدوا ايه، بيلعبوا ايه. مهم قوي انك تحاول تاخد الخطوه انك تتعرف على بنتك، عشان لما اي حاجه تحصل يكون في شعرة معاوية ما بينك وما بينها، تقدروا فيها ان انتوا تتكلموا، تقدروا فيها ان كنتوا تتناقشوا وتفهم هي بتفكر في ايه، طموحاتها ايه، تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه. فتبقى بتديها دايما الحاجات اللي تقدر تعملها. مش معنى ان هي سألتك سؤال ولقيت ان السؤال ده محرج فانت سكت وقلت لا خلاص انت لسه صغيرة، انت مش عارفة ايه، انت بتاع ايه، بلاش انت دي. ما عرفتش ترد ليه؟ اجابة محرجة، اجابة مش في ذهنك، اجابة مش حاضراك. حقك تقول لها انه سؤال كويس بس محتاجة افكر في الاجابة وهرجع لك فيه. وارجع لها بعد ما تكون ستفت افكارك واخترت كلماتك. في حاجات كتير قوي البنات بيبقوا محتاجينها من ابهاتهم مش من امهاتهم. انت اول نموذج ذكوري في عينين بنتك. لو انت هتدي عنف وخناق وزعيق وتجاهل وعدم وجود ومجرد بتدي فلوس، هي دي نظرتها للذكر، هي دي نظرتها للرجل. لكن لو انت بتدي ودن، بتسمع، حنية، اهتمام، هي دي نظرتها عن الرجل في المجتمع. فبلاش تساهم في ان انت تشوه نظرتها للرجل بانك انت تتجاهلها وهي صغيرة عشان انت اللي عندك قصور في انك تتعامل معاها. لو مش عارف اقرا، اسأل، دور، لكن ما تتعالاش على انك انت تبقى مش عارف. ما هي دي اول مرة يبقى عندك بنت، ليه انت شايف انك لازم تكون عارف تتصرف؟ لا حضرتك دي اول تجربة ليك في الموضوع، فبلاش تتعامل معاها بالتجاهل والبعد. اوعى تنسى ان انت اول مصدر امان ذكوري في حياتها. لو بوظته هتبوظ حياتها كلها. لو تعاملت معاه بهدوء وبحكمة وما تعالتش عن انك تقول انا مش عارف اعمل ايه، اديني فرصة افكر وارجع لك تاني، تأكد ان انت هتوصل بنتك لبر الامان. مفيش داعي انك تساهم في انك تعمل لها بعككة نفسية في التعامل مع الاخرين. وهي هتتعامل عشان في يوم من الايام هتتجوز وفي يوم من الايام هيبقى عندها اولاد. فمن الافضل انها تكون خدت الامان والرعاية والحب والاهتمام من اول مصدر ذكوري في حياتها. وفرضا بقى ان بنتك اتكسفت تقول لك حاجه، ما تسيبهاش، حاول تبسط لها الامور، حاول تقرب من اللي انت شاكك فيه بقصه حصلت لك في حياتك. احترم كسوفها ولكن شجعها انها تحكي لك، شجعها بانك تديها الامان انه اي حاجه هتحكيها انت هتبقى متقبلها. ممكن بعدها نقعد نتكلم فيها. لكن لو بنتك ما كانتش بتحكي لك واتكسفت تحكي لك، ما تقولش خلاص ما هي اللي ما قالتش. لا، هي لو ما قالتش مش معناها ان انا اتجاهل الموضوع كأب، بالعكس ده معناها ان هي محتاجه مني امان، محتاجه مني تفهم، محتاجه مني ان انا اديها مساحه تتكلم فيها. حتى لو قالت خرابيط، انا في الاخر هطلع الكلام المفيد منها وهشتغل عليه. قلت لبنتك انك فخور بيها؟ طب فكر كده، انت قلت لها اخر مره ان هي عملت حاجه كويسه امتى قعدت قدام حد وقلت انا بنوتي عملت كذا وانا مبسوط قوي انها عملت كده؟ يمكن كتير منكم بيبقى معتمد على ان الامهات هي اللي بتعمل الدور ده، بس يمكن انت مش مدرك انه شعورها بان ماما فخوره بيا مختلف تماما عن شعورها بان بابا شايف ان انا كويسه. ممكن تكون كويسه في حاجات، واكيد كطفله كمراهقه كبنت
بنتك ممكن يكون فيها حاجات مش على مزاجك، بس على الاقل نركز في الحاجات الكويسه في الولاد بالاخص في البنات، ونقول لهم انتوا كويسين في كده، انا مبسوط انك عملتي كده، انا سعيد ان بنتي بتعرف تتفكر بالشكل الفلاني، انا فخور بالانجاز بتاعك الفلاني. الحاجات دي بتخلي عندهم ثقه في النفس وقدره على انها تنجز احسن، واحساس بانها متشافه من اهلها وبالاخص من باباها. فعشان كده ما تبخلش على بنتك بان انت تقول لها وتعبر لها عن شعورك ناحيتها لما يكون في حاجه كويسه اتعملت، عشان هو ده المجال اللي بنبني عليه ان لما تعمل حاجه وحشه الومها عليها او اعاتبها عليها. لكن مش معقول تبقى بتلوم وتعاتب طول الخط، ده حب ايه اللي انت بتديهوني ده؟ فنقول على الحاجات الحلوه عشان نتسمع لما نعلق او نلوم او نعاتب على حاجه مش حلوه. انت عارف بنتك محتاجه منك ايه؟ ممكن تكون محتاجه منك السند والدعم والحنيه والحضن، مش محتاجه منك انك تصدر عليها احكام وقوانين. وخلينا نتفق مع بعض ان في ساعات الاولاد بيعملوا حاجات ما هياش مناسبه ومش صح وغلط. لو ما بنتش ارضيه الحنيه والاحتضان والتفهم عمري ما هعرف اقوم افعالهم. ولو اعتمدت فقط على اللوم والعتاب والحكم واصدار الاحكام عليهم عمرهم ما هيحسوا بان انا ابوهم بحبهم. لازم في توازن ما بين انا بدي دعم وفي نفس الوقت بدي جايدنس توجيه، لكن انا ما بحكمش. الاب اللي طول الوقت بيحكم على اولاده بينفضوا له، ما بيسمعوهوش، بيكونوا شعور عدائي ناحيته. بنتك محتاجه انك تبقى متفهمها، محتاجه ان انت تحتضنها، تحتضن افكارها، مش عايزه اقول لك وازعلك، تحتضن شطحاتها عشان تقدر تقومها. لكن لو هتلعب دور القاضي اللي بيدرس القضيه ويحكم عليها انت هتخسرها وهتعمل اوحش مما يخطر على بالك دلوقتي او بعدين. فعلى ايه؟ نتفهمهم ونسمعهم ونديهم مجال انهم يعبروا عن افكارهم، عشان ده قوه لينا ان احنا نقدر نقومهم.